تخيل تحط 500,000 جنيه في البنك، بعد 5 سنين ممكن يبقوا كام؟ لو العائد 20% سنويا هتتحول لحوالي 1,242,000 جنيه، يعني أكتر من ضعف المبلغ تقريبا. بس استنى، لأن اللي جاي هو المفاجأة. نفس ال500,000 جنيه في نفس ال5 سنين، لكن في استثمار كويس بعائد 35% سنويا، ممكن يوصلوا لحوالي 2,242,000 جنيه، يعني نفس فلوسك نفس المدة، لكن الفرق في النتيجة بيقرب من 1,000,000 جنيه. يبقى السر هنا مش في قد ايه بتوفر، السر الحقيقي هو فين بتحط اللي بتوفره. طب ليه ما بنستثمرش؟ السبب مش في الأرقام، السبب في خوفنا. الادخار بيخليك تحس بالأمان لأن الرقم ثابت، الاستثمار بيخليك تحس بالخوف لأن الرقم بيتحرك. بس الأمان ده هو وهم بيخليك تفقد فلوسك ببطء. قبل ما تفكر في الاستثمار، في قاعدة ذهبية بتقول ما تلمسش فلوس الاستثمار أبدا. إزاي؟ عن طريق صندوق الطوارئ. لازم يكون عندك كاش يكفيك من 3 ل6 شهور مصاريف، ده اللي هيحميك من إنك تبيع وانت خسران. خدعة بسيطة عشان تقلل قلقك، افصل فلوسك في وعاءين: وعاء الأمان للادخار اللي ما بيتحركش، ووعاء النمو للاستثمار اللي بيطلع وينزل. كده هتنام هادي حتى لو السوق نزل بكرة. معتقد إن الاستثمار محتاج فلوس كتير؟ غلطان. تقدر تبدأ ب1000 جنيه أو 2000 جنيه بس. الهدف مش الربح، الهدف إنك تبني عادة الاستثمار. العادة أهم من توقيت السوق. ما تتوهش في العملات الرقمية والتداول السريع لو انت لسه مبتدئ. أعظم مستثمر في التاريخ وارن بافيت بيقول حاجة بسيطة، وهي استثمر في صناديق المؤشرات بدل ما تراهن على شركة واحدة. استثمر في مئات الشركات الناجحة مع بعض. تخيل انك استثمرت 15,000 جنيه كل شهر، بعد 25 سنة وبمتوسط عائد 8% بس، هيبقى معاك حوالي 14 مليون جنيه. عرفت دفعت كام من جيبك؟ الإجابة هي 4.5 مليون بس. ال9.5 مليون الباقيين هدايا من مفعول التراكم. أكبر غلطة المبتدئين بيقعوا فيها الخوف لما السوق ينزل، بس المستثمر الذكي بيفرح بالهبوط ده. ليه؟ لأنه بيشتري بأسعار رخيصة. تخيل محلك المفضل عمل خصم 30%، هتهرب ولا هتشتري أكتر؟ الاستثمار في وقت الهبوط هو اللي بيصنع الثروات الحقيقية لما السوق يرجع يطلع. يعني اللي اشتروا في 2020 لما السوق نزل كسبوا كتير لما السوق رجع طلع تاني في 2021 و2022. التوفير زي ما بتحط بذور في برطمان ازاز، انت بتحميها بس عمرها ما هتنبت. الاستثمار زي ما بتغرس البذور دي في التربة، في الاول مش هتشوف حاجة، لكن مع الوقت هتتحول لغابة بتجيب ثمار. في مصر تقدر تبدأ باستثمارات بسيطة، صناديق في البنوك، أسهم شركات معروفة، أو حتى وحدات عقارية صغيرة. المهم إنك تبدأ بخطة مش بعشوائية. إزاي اختار المكان المناسب؟ اسأل 3 أسئلة بسيطة. 1. هل ده هيكبر مع الوقت؟ 2. إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ 3. هل أنا فاهم المخاطر ولا لأ؟ لو إجابتك كويسة ابدأ. ما تستناش الوقت المثالي عشان تبدأ، الوقت المثالي كان امبارح. تاني أحسن وقت هو دلوقتي. ابدأ باللي عندك حتى لو قليل، المهم إنك تبدأ. الاستثمار مش سباق سرعة، ده ماراثون صبر. اللي بيبدأ دلوقتي وبيستمر هيشكر نفسه بعد 5 أو 10 سنين. اللي بيفضل مستني هيفضل في مكانه. وزع فلوسك في أماكن مختلفة، ما تحطش كل البيض في سلة واحدة. لو مكان واحد نزل مكان تاني هيطلع. دي اسمها إدارة مخاطر، مش خوف، ده ذكاء. راجع خطتك كل 6 شهور، بيع اللي زاد عن حده واشتري اللي نزل. ده مش تخمين، ده ضبط إيقاع. النظام الصحي بيحافظ على نفسه. الادخار بيديك استقرار، الاستثمار بيديك حرية. الاستقرار مهم، بس الحرية دي هي اللي بتخليك تختار شغل، وقت، حياة. انت عرفت الطريق دلوقتي: صندوق طوارئ، وعاء نمو، استثمار بسيط ومستمر. السؤال الأخير هنا: هتفضل في مرحلة الادخار ولا هتبدأ رحلة الاستثمار النهاردة؟